السلام عليكم حبايبي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه خفيفه وسهله بزاف بنينه، لوبيا مشطو في المقله. والله غير ريحتها وحدها تشهي. خليكم معايا تشوفوا النتيجه. هاد اللوبيا راح تجي غير في المقله برك وما تاخذش بزاف وقت. وشوفوا معايا كيفاش خرجت فخامه بلا تعب وبنتها نار، لون رائحه والبنه نار على نار، سهله ماهله خفيفه وتمتم توجدوها. شوفوا معايا الفيديو للاخير وتبعوا معايا طريقه التحضير. اول حاجه راح ناخذ هنا لوبيا مشطو تاعي. اللوبيا مشطو تاعي بعد ما نقيتها وغسلتها مليح، وانا ما نقطعهاش على زوج، نفضل نخليها هكذا طويله كيما راكم تشوفوا. نحطها في الكسكاس، ندير لها شويه ملح وما نغطيهاش، نخليها باش نفورها. ونصيحه لوبيا مشطو ولا الجلبانه ولا الفول، المهم حاجه خضراء كي تحبوا تفوروها وتكارديو لا كولور فيغ هذيك، ما تغطوهاش. الا غطيتوها راح تصفر لكم ويولي اللون تاعها باهت، يعني كي هي كي الجلبانه كي الفول. يفضل انه اللوبيا مشطو ولا الجلبانه ولا الفول ما تغطوهمش كي تجوا تفوروهم، غير شويه ملح وهذا ما كان. لانه قلت لكم كي تغطوهم راح يولوا لكم صفر، اللون تاع الخضر هذاك يروح. شوفوا هنا بعد ما فورتها مازالت هكاك خضره شاده روحها، اللون تاعها يجي شباب. هنا بعد ما فورتها نخليها دو كوتي. هنا خديت المقله تاعي، خذوا المقله اللي ما تلصق لكمش. خديت ملعقه كبيره من المارغرين، 4 ملاعق كبار من الزيت، ذوبت كامل المارغرين مع الزيت كيما راكم تشوفوا. من بعد نضيف حبه بصله تكون متوسطه، زدت رحيت معها في نفس الوقت 4 سنينات ثوم مع البصل، نزيد لهم الملح ونخليهم يدبالوا بعقلهم في هذيك المقله حتى وين يدبل كامل هذاك البصل يولي شفاف، يطلق لي البنه تاعو. ونكون ديجا قشرت البطاطا قطعتها دي بتي دي وفورتها نص فوار، يعني فورتها حتى كيبدا قريب يدخل لها طياب. نحيتها وضفتها للمقله لهداك البصل والثوم ونخليها تتشرب لي هذيك التتبيله. من بعد هنا نروحوا ديريكت مباشره للتوابل. ندير فلفل اسود وشويه سكنجبير اللي هو زنجبيل مطحون وشويه كركم باش نتحصل على لون شباب. هذا مكان ما نكثرش بزاف لي زيبيس، ونحركها ونخليها تتقلى مع دوك التوابل والبصل والثوم. شوفوا هنا ما نحبش نخرج لكم فيديو طويل، يعني تمتم بلا ما درت لكم مقادير في نفس الوقت الطريقه. شوفوا البطاطا تاعنا كيفاش صفارت وبدت لنا لون شباب مع هذاك الكركم. شوفوا هنا بدات تاخذ الطياب تاعها. كي نشوف هذيك البصل بدا ينشف لي مع البطاطا، راح ناخذ نص كاس تاع الماء نزيدو معاهم مع هذيك البطاطا ونحركها ونخليها على نار هاديه باش تزيد تكمل طيابها. شوفوا هاد الوصفه انا نديرها على 3 طرق. الطريقه الاولى دي فوا ما نفورش كامل البطاطا، كي تكون عندي مقله ما تلصقش، لازم تكون المقله ما تلصقش. قطعوا البطاطا هكذاك خضراء، رموها مع البصل والثوم وخلوها تدبل مع البصل والثوم وشويه ما، غطوا عليها على نار هاديه وطيب لكم البطاطا باش ديروا له بها مشطو. دي فوا كي نكون مزروبه شويه نديرها نفورها نص تفويره قسم ما يبدا يدخل لها طياب ونضيفها مع لوبيا مشطو كيما درتها دوكا معاكم. دي فوا نقليها البطاطا كي تكون مزروبه. انا بعد ما طابت ديك البطاطا شفتها بليك طابت، درتها بالموسيتو لقيتها طابت، ضفت ديك لوبيا مشطو اللي كنا فورناها في الاول، ومن بعد زدت عليها نص كاس واحد اخر تاع الماء وخليتها على نار هاديه. وميم طون انا راني نوجد في البيض، خديت 3 حبيبات بيض، خذوا على حسب الكميه اللي حبيتو وعلى حسب المقله تاعكم بيان سور، كانت كبيره ولا صغيره. كانت كبيره ديروا كبيره كان مليح، ديروا 4 حبات حتى 3 حبات معليش. هنا خلطت كامل مليح مع قليصه تاع ملح كيما راكم تشوفوا. من بعد هنا ديروا في لوبيا مشطو تاعكم نوعيه الجبن اللي كيما حبيتو ديروا تخلطوه مع البيض وترموه، حبيتو تحطوه هكذايا وترشوا عليه شويه فروماج. من بعد هنا شوفوا رميت عليه هذاك البيض ورشيت عليه شويه جبن وخليته غطيتها وخليتها على نار هاديه. شوفوا كيفاش خرجت، والله بنه روعه. انا ولادي دائما يحبوا ياكلوها هكا، روعه. شوفوا اللون الاخضر تاع اللوبيا مشطو مازالو شاده، ما راهوش صفر. والطريقه الثالثه قلت لكم كيفاش نديرها تاعنا. بعد ما ندبل البصل والثوم هكذا
نحط اللوبيا ماشطو نكون فورتها، زيد ندبلها شويه حوالي اقل من دقيقه، ندبلها مليح مع داك البصل والثوم، تتشرب ليه هذاك البصل والثوم. ونكون قطعت بطاطا هكذا دي بتيدي قطعتها انا كيكون مجروبات انا مليح، ونخلطها ونكسر عليها ولاد الدجاج يعني البيض والفرماج نرش عليه ونقدمها. يعني هانيك هنا لوبيا ماشطو تاعي كيفاش طابت هايله، ودابا داك الفرماج فوقو وطاب البيض تجي هايله. انا بيسك المقله تاعي فيها اليدين تاع الفور يدين تاع الحديد، دونك نقدر ندخلها للفور. هنا بعد ما دخلتها انا للفور فضلت اني ندخلها ودرت لها تحميره للوجه، هذاك حمرت لها غير وجهها. شوفوا كيفاش جات ولا اروع، صدقوني من اروع ما يكون، بزاف بنينه، تجيكم هايله وسهله، خصوصا كي تكوني عيانه وكارهه وما كيش قادره طيبي هذاك النهار وكي حيره واش طيبي، ديريها في وقفه راح توجدي احلى عشاء ولا احلى غدا. تم راح توجديه ويجي بزاف بنين. سورتو دوكا انا في وقتها يعني لوبيا ماشطو تقدروا تستغلوا الفرصه وتكونجليوها، ونهار كي تكونوا عيانين وكارهين ودي فوا نكونوا في مود افيون تاع الطياب ما نحبوش كاع نطيبوا، في وقفه راكي درتي عشاء خفيف ولا غدا خفيف تمتم يعني توجديه ويجي بنين هايل. سورتو اللي ما يحبش لوبيا ماشطو اكيد هذه الوصفه راح تعجبو. جربوها وخلوا لي ارائكم في التعليقات. دمتم سالمين وبقوا على خير.